يا صباح السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي طبعا، وأتمنى منك تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. إيه رأيكم في المنظر اللي قدامكم ده؟ بيتهيألي مفيش أحلى ما تكوني قاعدة في البلكونة كده والجو جميل والهوا رايح وجاي، وتقعدي بقى كده تشوي شوية كفتة حلوين. فأنا النهاردة قلت أنا هطبخ من داخل البلكونة يا جماعة. كل الاكل النهارده هعمله من جوه البلكونه. الجو حلو وقلت لا يمكن ابدا اعديها. وكمان هعمل طريقه رز حلوه جدا كانت طالباها مني دولي. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اول حاجه انا عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، هنزل عليها ببصلتين كده يكونوا حلوين. عايزين نكتر الكميه بقى. تمام. فهنحطهم، بس قبل ما تحطيهم تكوني عصراهم الميه بتاعتهم. وكمان هنكون محضرين فصين توم هرسلهم كويس بايدي الهون كده حلو كده، وبعد كده نحطهم معاه. فلفل اسمر. كمية البهارات حسب ما انتي بتحبي. فلفل اسمر زي ما احنا قلنا. شوية شطة صغيرين كده. وكمان هنزل عليهم بالملح. زي الفل كده زي الفل. وكمان بقى هنزل عليها بمكون حلو جدا، غير البابريكا، دي بابريكا تمام، بس هتنزلي عليها بشوية كاري. تمام، الكاري بيديها طعم خرافي يا جماعة، زي الكفتة اللي بتجيبها بالظبط من بره. هتنزلي عليهم بأربع معالق من البقسماط الناعم. كل ده هيديني كمية حلوة في الاخر. وكمان هنزل عليهم بشوية من البقدونس. مش عايزة بقدونس ما تحطيش بقدونس، مفيش اي مشكلة. في ناس بيحبوش نكهة البقدونس فما تحطيش. هنزل عليها كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر علشان ينفخالي كده وما تبقاش مكتومة. بيديكي الحلوة بقى يا ست الكل، وتفضلي تدعكي فيها لغاية لما تبقى ناعمة في ايديكي خالص. ده السر اللي بيخلي الكفتة بتاعتك ما تقعش منك من على السيخ لما تيجي تشويها، او لما تيجي حتى تحطيها في صينية وتشويها في الصينية، يعني فتبقى ماسكة كده نفسها وتبقى حلوة. بصوا زي الفل. تعالوا بقى نشوف مية البصل اللي انا قلت سيبوها في اول الفيديو. تمام. هنحط عليها نص معلقة كبيرة من الصلصة البيوريه الجاهزة. وكمان هنزل عليها بشوية زيت. هتقلبي كل ده مع بعضه حلو جدا جدا لغاية اما كلهم يختلطوا مع بعض. وبعد كده هتنزلي عليهم يعني ربع معلقة كده من الفلفل الاسمر علشان يديني طعم حلو. ده ايه ده؟ لما اجي اشوي الكفته هتبتدي ان انتي تسقسقيها كده، ويخلي طعم الكفته ولون الكفته تحفه. هنشيل ده بقى ونجيب الكفته بتاعتنا الجميله، وهنبتدي احنا نصبحها. عندك مسن بتاع السكاكين اللي بتسني بيه زي ما انا هعمل كده بالظبط، تمام زي الفل. عندك قلم رصاص تغسليه، قلم جاف، اي حاجه، المهم تكون حاجه تخلي الكفته بتاعتك من جوه مفتوحه شويه. وكمان هتكوني محضره طبق فيه شويه زيت صغيرين علشان تبتدي ان انتي تصبعي الكفته زي ما انتي شايفه. هتعمليها زي ما الحاتي بيعملها بالظبط. بصوا اهو بصباعينك كده، وتبتدي ان انت تعملي العلامات اللي انت شايفاها دي. وعايزه اقول لك هو في الاخر كل العلامات دي مش هتبان طبعا، لان في كميه دهون فيها، فكانت معتبره كميه الدهون معتبره شويه. كان الراجل متوصي بيا شويتين. المهم، هي طبعا نسبه الدهون بتكون 20%، مش اكتر يعني. هبتدي اعمل معاكم صباع تاني. وطبعا كفتة الحاتي من الاكلات اللي احنا كلنا بنحبها، اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. حلوة اوي. صبعناها وظبطناها. تعالى اقول لكم بقى هنعمل ايه تاني. بعد ما صبعناها هتاخديها تحطيها في التلاجة قيمة كده نص ساعة يعني او ربع ساعة، تتشمع شوية وتمسك نفسها. انا الشوايه بتاعتي انا مش شاريه شوايه ولا اي حاجه، انا عندي الشبكه تمام زي الفل. كانت عندي صينيه انا مش بستخدمها خالص، هتحطي فيها ورق فويل وهتحطي فيها الفحم بعد ما تولعيه، وتبتدي تستخدميها كشوايه عاديه خالص. عندك شوايه زي الفل، ما عندكيش شوايه قومي يا ست الكل اعملي زي ما انا عملت كده، وافرحي وفرحي الاولاد. مفيش حاجه تقف قدامنا، اي حاجه بصوا هنحلها باذن الله. هنحط الكفته بتاعتنا على الشبكه، ولازم تكون الشبكه سايباها شويه على الفحم ان هي تاخد حراره، او تكون سخنه علشان خاطر الكفته بتاعتك ما تلزقش. هتحطي الكفته زي ما انت شايفه كده، وهتسيبيها لغايه لما تتشمع من تحت. ما تحاوليش ان انت تحركي الكفته بتاعتك الا لما تاخد لون من تحت، تهزيها كده تتهز معاكي. تمام. طبعا هكون محضره الصوص اللي احنا عاملينه في الاول، اللي هو البصل وصلصه والزيت. هتبتدي تجيبي بقى الفرشه بتاعتك الحلوه كده. شوفي الهوا كان بيطير الزرع ازاي، كان الجو تحفه يا جماعه النهارده. زي ما انتم شايفين هندهن وش الكفته بتاعتنا قبل ما اقلبها.
زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقولك ان الصوص ده بيخلي طعم الكفته زي بتاعه الحاتي بالظبط، مفيش بينها وبين بتاعه الحاتي اي فرق، ويمكن احلى كمان. زي ما انتم شايفين كده، بصوا لمعي كده، لمعي. ايوه حلوه. ودلوقتي تعالوا بقى نقلب الكفته بتاعتنا. قلبناها، وبرده هنبتدي ان احنا ندهنها بالصوص بتاعنا. شوفوا المنظر حلو يا جماعه جدا جدا. كان طعمها حلو قوي قوي كمان، زي الفل. مين بقى اللي ما حطتش اللايك؟ يا ريت بقى اللي ما حطتش اللايك تنزل تحطي لايك حلو كده وتشترك عندي في القناه. انا طبعا كده تمام زي الفل خلاص. اول لما تاخد لون من كل ناحيه وزي الفل هشيلها على جنب. تعالوا بقى نشوف الرز هنعمله ازاي مع بعض في السريع. عندي رز بسمتي، هتكوني غسلاه كويس جدا وهتنقعيه في ميه فتره عادي من الحنفيه لمده نص ساعه، عشان يطلع معاكي طري وحلو كده، مبقاش ناشف في بقك. تمام. هتجيبي الحله وهتنزلي فيها ببصل مقطعه مكعبات وزيت، وهتحطيها على النار لغايه لما لونها يعني مش هتاخد لون خالص، تدبل بس، انا عايزاها تدبل مش اكتر من كده. الرز ده موفر جدا جدا لانك بتستعملي نص شعريه. اول لما يبتدي البصل زي ما انت شايفه كده دبل، هتحطي نفس كميه الرز نفسها كميه شعريه. يعني مثلا يعني ايه، 3 كوبايات رز هتحطي 3 كوبايات شعريه. عايزه اقولك ان طعمه احلى من الرز البسمتي العادي بمراحل، ومش هتحسي باي فرق، بالعكس هيخليه خفيف كده وطري وطعمه حلو وموفر جدا جدا. بدل ما تجيبي الكيلو ب70 جنيه هتجيبي 35 جنيه والشعريه معاه. تمام. هتنزلي بقى بعد ما خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، هتنزلي بالرز بتاعك، وبعد كده هتديها تقليبه حلوه ان انت تغلفي الرز بتاعك بالزيت اللي انت حطاه، وكله بقى يخش كده مع بعضه. بعد كده البهارات اللي عندي ملح وفلفل اسمر وقرفه بحب احطها ناعمه، وبابريكا وكاري، وعندي هنا كمان مرقه دجاج لو بتحبي، وحبهان وورق لورا. عندي هنا صلصه جاهزه، وكام طماطميه كده صغيرين انا بشرهم، بيدوا طعم حلو جدا جدا للرز بتاعنا. هنقلبه كله مع بعض، وبعد كده نحط الميه بتاعتنا. الميه بتاعتنا قد ايه؟ قدام كل كوبايه رز بسمتي كوبايتين من الميه، وقدام كل كوبايه من الشعريه كوبايه ميه. تمام كده، كوبايه واحده بس. بعد كده هترفعيها على النار لغايه لما تغلي وتبتدي تشرب الميه، يعني تحسي ان هي شربت الميه، يعني ايه، لسه فيها ميه بسيطه كده. تبتدي ان انت توطي على الحلقه اهو، بصوا هتحسي ان لسه فيه شويه ميه، لسه ما نشفش خالص. هتوطي عليها البوتاجاز وتسيبيها لغايه ما تستوي على الهادي. كل ما تسيبي الرز يستوي على الهادي هيديكي نتيجه روعه. انا كده خلاص خلصت الوصفه بتاعتنا. طبعا انا خلصت الوصفه امتى؟ يعني قبل المغرب بشويه صغيرين. طبعا التصوير بياخد وقت، وتشيلي من هنا وتحطي من هنا وتحطي الكاميرا هنا وتشيلي الكاميرا من هنا، فبياخد معايا وقت شويه. فيارب يكون الوصفه بتاعت النهارده عجبتك ونالت رضاكي واكون خفيفه على قلبك. طبعا لو عجبك الفيديو يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولما تيجي تفعلي الجرس ست الكل تفعليه على الكل عشان يوصلك مني كل حاجه ان شاء الله. تعالوا بقى ندوق الاكل الحلو ده مع بعضنا. طبعا اللي عارفني عارف انا لازم ادوق، ده انا لازم ادوق. مش بعد كل مجهود ده وما ادوقش. الرز بصوا يعني هقول لك مفلفل فلفله فظيعه، وكان طري جدا وطعمه حلو، يعني تحفه يا جماعه. والكفته بتاعتنا طبعا لذيذه وطعمها كان يهبل. اتمنى طبعا ان انت تجربي الوصفه وتقولي لي رايك ان شاء الله في الكومنتات. ان شاء الله المره الجايه اشوفك المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع نادية الحديدي. في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.